مساء الخير عليكم. في فيديو النهاردة هنتكلم عن احتفال إيمي سمير غانم وحسن الرداد بأسبوع ابنهم فادي بحضور عدد قليل من الأقارب والأصدقاء، وكمان حضر بعض الفنانين واللي كان أولهم طبعا الفنانة ميرفت أمين، علشان هي أقرب صديقة لوالدة إيمي ودنيا الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهي دلوقتي بتحاول تحل محل والدتهم وتسد ولو جزء صغير من الفراغ اللي سابته بوفاتها. وكمان حضر الأسبوع أخت إيمي الفنانة دنيا سمير غانم وجوزها الإعلامي رامي رضوان. هنعرف كل التفاصيل اللي خاصة بالأسبوع واللي كان قبله أول خروجة لحسن وإيمي علشان يحضروا للأسبوع. بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. هيبدأ بعد قليل أسبوع فادي أول مولود لإيمي سمير غانم وحسن الرداد، والمقربين من إيمي أكدوا إن ربنا رزقها بمولود جديد اسمه فادي يوم 2 يناير اللي فات، وبالصدفة ده نفس يوم عيد ميلاد حسن الرداد، وسموه فادي على اسم أخوه حسن الرداد اللي توفى في حادثة. وأكدوا إن الأسبوع هيبدأ بعد قليل، وده بحضور أخت إيمي دنيا سمير غانم وبحضور الفنانة الكبيرة ميرفت أمين. وكان نشر حسن الرداد صورة لابنه فادي وهو ماسك إيده على حسابه في انستجرام، وعلق على الصورة وقال: الحمد لله ربنا رزقنا وفي نفس يوم عيد ميلادي بالطفل فادي. وكان قال حسن الرداد لإحدى المواقع الفنية إن سبب عدم إعلانهم عن حمل إيمي طوال الفترة اللي فاتت هو خوفهم من الحسد ومحاولة إبعاد حياتهم الشخصية عن الإعلام. وكانت نشرت إيمي صورة في حسابها على الانستجرام من تجهيزات الأسبوع، ووجهت الشكر لإحدى صديقاتها المسؤولة عن التحضيرات دي من تجهيز المكان وتحضير البلالين وكل الحاجات اللازمة لحفل الأسبوع. ومن ساعات قليلة نشر حسن الرداد فيديو جديد ليه هو وزوجته إيمي في أول ظهور ليها بعد الإنجاب، وكتب على الفيديو أول خروجة في إشارة منه إن دي أول خروجة تخرجها إيمي بعد الولادة وإنجاب فادي. ومن الواضح إن أول الحاضرين للأسبوع هي الفنانة ميرفت أمين اللي زي ما قلنا قبل كده بتعتبر مامتهم التانية. والحقيقة إن حمل إيمي كان انتشر من فترة، وكان سبب إخفاء إيمي إن هي حامل هو خوفها من الحسد، ودي حاجة ورثتها من والدتها الراحلة دلال عبد العزيز اللي كانت قالت قبل كده إن أكتر حاجة بتخاف منها هي الحسد. علشان كده ما تمش الإعلان عن الحمل إلا بعد الإنجاب واطمئنانهم على إيمي وعلى المولود، ربنا يخليه لهم ويتربى في عزهم. والحقيقة اسم فادي ده كان أعلن عنه حسن الرداد في لقاء سابق ليه مع الإعلامي مصطفى الأغا من فترة، وقال إنه في حالة لو رزق بولد هيسميه فادي على اسم أخوه المتوفي، ولو بنت هيسميها فادية على اسم والدته الراحلة. ومع انتشار صورة التحضيرات لحفل الأسبوع انهالت التعليقات من الجمهور اللي بدأ يبارك لإيمي وحسن على المولود الجديد وتمنوا ليهم الصحة والسعادة هي وجوزها وابنهم فادي. فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصل لك كل جديد على قناة الموسوعة الفنية.